طب مكملات غذائية بتحسن المود شوية، لو حد بدل ما ياكل الأكل كتير ممكن يلجأ لبعض، أو نقص فيتامينز في الجسم ممكن تكون سبب في ستريس أو في طب أنا هقول لك بقى على حاجة. بصي، فيتامين دي مثلا لما جم يربطوا فيتامين دي بالسمنة لقوا إن مفيش علاقة مباشرة ما بينه وما بين السمنة. لكن خدي عندك بقى بيعمل إيه؟ بيخلي فيه مود سوينجز، يعني المزاج بيبقى بعافية، بيخلي فيه وجع وتكسير في الجسم، ده النقص. بيخلي فيه لخبطة في الجهاز الهضمي، بيخلي فيه مشكلة عند هذا الشخص في الأكتيفيتي، يعني ما بيقدرش ان هو يقوم بالاكتيفيتي بتاعته بشكل لائق. بيخلي فيه وسم، يعني الانسان بيبقى حاسس تعبان. كل الحاجات دي لو البيشنت ده عنده استعداد ان هو يزيد في الوزن تزوده. يعني لو انت مش قادره تقومي تتحركي فالفيزيكال اكتيفيتي بتاعتك النشاط البدني قل، تخني. لو انت بطنك بتكركب على طول وانت مش عارفه السبب هتبتدي تقللي الاكل، ولما تعوزي طاقه تستسهلي وتاكلي الحاجات المسكره عشان الهضم والامتصاص بتاعها اسهل. لما حضرتك تبقي حاسه انك انت داون ومودك مش حلو هتلاقي نفسك عادات وممارسات كتيره خلال اليوم بتعمليها عشان تحسن من هذا المود مش عارفه تعمليها، وده بيعلي الاسترس، يخليكي دايما ستريسد اوت.